اوصف الجمال ده اقول في ايه؟ اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة ايه. ده اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. صدق اللي هتشوفه بعينيك، في البلد دي لسه فيه وفيه دنيا تانية حلوة بتناديك. بصوا شوفوا مصر عاملة ايه. ده اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. العلمين وهيعدي على اسكندرية والعلمين ولحد مطروح. طبعا الخط ده طوله حوالي 660 كيلو متر، وإن شاء الله يشتغل في نهاية عام 2024. القطر زي ما انتم شايفين، القطر ده متصنع خصيصا لمصر. قطر ده القطر الإقليمي اللي هيمشي على سرعة 160 كيلو متر سرعة قصوى. هيقف في المراكز والمدن في الخط الأول القطار الكهربائي السريع. القطار زي ما انتم شايفين ما شاء الله، التصميم والخامات بتاعته عالية جدا. طبعا القطر ده يعتبر القطر الدرجة الثانية، لأن القطر الدرجة الأولى هو القطار السريع الهاي واي اللي هو اللي سرعته 250 كيلو متر، والقطر القطار السريع ده هيبقى خاماته أعلى من القطر اللي احنا واقفين فيه ده. طبعا القطر ده ممتاز، زي ما هتشوفوا معانا كده، ولكن في قطر أعلى منه لسه ما وصلش مصر. المفروض ان هو هيبقى سرعته 250 كيلو متر، وهو ده القطر السريع. اما القطر اللي احنا بنصوره حاليا ده القطر الاقليمي، ده اللي هيقف كتير، بمعنى اصح هيقف في المراكز والمدن، وهيكون سرعته تقريبا 120 كيلو متر، لكن سرعته القصوى 160 كيلو متر. القطر فيه مساحات فاضية كتير. القطر فيه حوالي 33 شاشة تلفزيونية زي ما انتم شايفين كده، هيبقى عليها مواد ترفيهية ومواد إعلانية ومعلومات عن الرحلات. زي ما انتم شايفين فيه مساحات واسعة، القطر مش ضيق، يعني يقدر أي حد يقف برضه في القطر، لأنه هيبقى قطر إقليمي، يعني هيبقى هيقف هيعدي على المراكز، وبالتالي ان هو سرعته كبيرة، فمش هيكون الوقفة فيه مش هتبقى بالساعات، يعني هيبقى الوقت قليل بتاعه، لانه القطر نفسه هيقطع من السخنة لمطروح في 3 ساعات تقريبا، وده يعتبر نصف الوقت اللي بتقطعه السيارة او القطر الديزل. البيبان زي ما انتم شايفين عليها كاميرات مراقبة، وعليها طبعا القطر كله مكيف، القطر بيعمل بالكهرباء. اللي قدامنا ديت كل كراسي قدامها تيبل